السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا دايما بخير. كل الناس بتحب العيش الفلاحي، ولكن بتشيل الهم. ليه بتشيل الهم؟ لأن الناس بتستخدم في الفرن الغاز، وكمان بتستخدم المطرحة. النهاردة مفيش الكلام ده، هنعمله على عين البوتاجاز، وكمان باستخدام الشواية بس، ومن غير مطرحة إن شاء الله. بس حطي لايك للفيديو ده عشان يوصل للناس كلها، وكمان ما تنسيش تفعلي الجرس وتشتركي في القناة لو انتي مش مشتركة. اول حاجه كده معايا كيلو من الدقيق. الدقيق ده يا جماعه دقيق الكيك العادي بتاعنا خالص، دقيق زيرو. ولكن لو انت عندك الدقيق اللي هو الحبه الكامله بتاع البطاقه بتاع التموين بنستخدمه. تمام. اللي انا حطيته عليه ده مش خميره يا جماعه، دي رده. لان زي ما انتوا عارفين انا مستخدمه الدقيق الزيرو، دقيق الكيك، فانا عايزه احوله لدقيق بلدي، فاستخدمت 3 معالق من الرده. عشان ما تتوهوش مني، انا حطيت بالكوبايه عشان تبقوا عارفين انا عجنت بكام كوبايه بالظبط. هنا انا استخدمت الكوبايه دي، حطيت فيها نص معلقه من السكر ومعلقه كامله من الخميره الفوريه. تمام. وده كيلو من الدقيق. خلينا متفقين واحده واحده كده عشان تعرفوا المقادير بالظبط. يبقى احنا كده حطينا كوبايه من الميه، عليها نص كوبايه من السكر، عليها معلقه نص معلقه معلش من السكر، وعليها معلقه من الخميره. كمان حطيت على الدقيق معلقه ممسوحه من الملح. المعلقه الممسوحه هتخلي العيش بتاعنا ملحه مظبوط جدا. تمام. هبدا احط بقى الخميره بالسكر على الدقيق، وبعد كده هملى كوبايه تانية، يبقى دي كده تاني كوبايه، ودي التالتة. تمام. الرابعه بقى يا جماعه هملاها وهضيفها وانا بعجن. تمام. خدوا بالكم من العجن كويس. طبعا العيش بنحتاجه ليه عرق، يعني يبقى فيه مطه كده عشان ينفخ معانا في الفرن او يقب معانا في الفرن، ويبقى شكله حلو جدا. لو بقى يقطع منك هيبقى زي الحاجه المبسوسه، مش هيبقى نتيجته كويسه خالص ومش هيقب منك. تمام. فاحنا بنعجن كويس زي ما انت شايفه. الكوبايه الرابعه بتضيفيها تدريجيا. طب لو انت مستخدمه الحبه الكامله، لو انت مستخدمه الحبه الكامله مش هتاخد دقيق يا جماعه زي الدقيق الزيرو، مش هتاخد ميه زي الدقيق الزيرو. الدقيق الزيرو بياخد ميه اكتر، فناخد بالنا من النقطه دي. يعني انت لو مستخدمه دقيق زيرو زي كده وحاطه عليه رده، انا مستخدمه 4 كوبايات ونص، دي الكوبايه الرابعه واستخدمت نص تاني. تمام. فكده انا استخدمت 4 كوبايات ونص. وكمان كان عايز تاني، بس انا حبيت عشان البنت اللي لسه مبتدئه ما يبقاش طري معاها، ما تمشيش على المقادير دي، ويبقى طري معاها وما تقدرش تفرده. تمام كده. فهعجن كويس زي ما انتوا شايفين. تفضلي تعجني فيه كويس كده بايدك لحد ما العجين يسيب من ايدك، يعني ما يبقاش ايدك ما تشيلش عجين كتير وانت بتعجني، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وزي ما انتوا شايفين انا لما بشد العجين في يعني في مطه كده، في عرق. تمام. كده احنا كويسين جدا. خلاص خلصنا عجن، وهنبدأ نغطي العجين بتاعنا لحد ما يختمر ويرفع معانا. بعد ما بيختمر بنرجع تاني ونبدأ نجيب صينية فيها ردة. الردة دي يا جماعة بتبقى موجودة عند العلافين. لو انت مش موجود عندك الردة، هي بتبقى موجودة عند العلافين. تمام. بتجيبي مثلا، بس بتبقى غامقه شويه عن دي، لان زي ما احنا عارفين زي ما انا ما قلت لكم، الدقيق اللي انا بجيبه دي نخاله بتاع الدقيق العادي بتاعنا، الحبه الكامله اللي انا بجيبه من التموين، فانا بستخدمها وبشيلها تاني في الفريزر وبخرجها وقت ما انا عايزه. فعشان كده دي فاتحه، انما لو انت هتشتريها بتبقى غامقه شويه. حطيت الرده على الصينيه اللي هشتغل فيها، وكمان حطيت شلت من العجين، قطعت العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تلاقيش العجين بايدك التانية، يعني ما تاخديش بايدك الشمال على طول، لا، حطيه في الدقيق الاول وبعد كده رجعيه على ايدك الشمال، لان لو انت حطيتيه على ايدك التانية على طول من غير ما تحطيه في الدقيق هيلزق في ايدك ومش هتعرفي تتعاملي. تمام. يبقى احنا كده بنقطع، بنبدأ نحط العجين في الدقيق. لو انت مش حابة تحطيه في الدقيق حطيه على مية ينفع، يعني بدل ما تحطي في الدقيق حطي على مية او على زيت. يعني احنا كنا زمان بنقرص على ميه او بنقطع على ميه او على زيت، بس في حاله ان انت تقطعي على ميه او على زيت مش بنغطي بفوطه او بقماشه. في حاله ان انت بتحطي على زيت او على ميه بنغطي بصينيه تاني مقاس نفس الصينيه دي لو عندك نفس المقاس. تمام كده. يعني انت ما تحطيش في زيت او على ميه وبعد كده تغطي بفوطه. انا طبعا مقرصه على دقيق، فحطيت العجين بتاعي في الصينيه وغطيته بفوط عادي جدا. بسيبه يرتاح تاني 10 دقايق او ربع ساعة، لان الجو بارد زي ما احنا عارفين. لو صيف يا جماعة منسيبوش الفترة دي كلها. تمام. وببدأ افرد، باخد كده بالفرادة وبفرد. لو حسيت ان هو يلزق مني بحط حبة دقيق، رشة دقيق بسيطة بس مش كتير، عشان ما ينشفش منك، عشان الوش ما ينشفش منك.
تمام. وببدا اخد من النص كده لبره، من النص لبره زي ما انتم شايفين. طريقته سهله جدا. طبعا احيانا ممكن الواحد يفتح التلاجة كده فجاه ما يلاقيش عيش، هعمل ايه؟ الافران مش موجوده الا الصبح، على طول بنجيب كيلو دقيق ونستخدمه. وباستخدام الشوايه بس، مش لازم يبقى عندك فرن غاز خالص عشان نستخدم او ناكل العيش بتاعنا ده الجميل ده. هي عين البوتاجاز والشوايه، واظن كلنا عندنا بوتاجاز ليه شوايه يعني. تمام. ببدا افرد بس ما رقوش جامد، ولا في نفس الوقت اخليه تخين عشان الوابه بتاعته ما تبقاش كبيره، او ما يبقاش رقيق قوي عشان ما ينشفش مننا. ببدا اشيله بايدي الاتنين زي ما انتم شايفين، وبعد كده بحطه في الصينيه. ركزوا معايا بقى في النقطه دي. انا هنا بفرد اول رغيف وبحطه في الصينيه بالشكل ده، وبفرد برضو تاني رغيف وبحطه في صينيه تانية. يعني انا بستخدم صينيتين تمام للتسويه، لازم يبقى عندك صينيتين للتسويه، ولو 3 يا سلام يبقى جميل جدا. تمام. بستخدم اول واحده وبسيبها، طبعا احنا خرجنا الهواء واحنا بنفرده، فبنستنى تاني لما ياخد هواء ويرفع تاني. تمام. وبعد كده بنبدا نسويه، لان انت لو سويتيه على طول مش هيرفع معاكي او مش هيقب معاكي في الفرن. تمام. بناخد برضو الرغيف التاني من جوه لبره كده بالشكل ده، وبعد كده بنحطه في الصينيه التانيه. تمام. يبقى احنا كده معانا رغيفين، والتالت يا جماعه هنفرده على الرخامه يرتاح معانا، يبقى مفرود ويرتاح بحيث ما ناخدش وقت. يعني احنا نسوي الاتنين والتالت على الرخامة مكانه كده. ناخد بالنا يعني ما تتنوش زي ما انا تنيته كده. ناخد بالنا عشان لو اتنى بالشكل ده ممكن يرفع من الرغيف كله الا الحتة اللي اتنت دي. تمام. فزي ما قلت لكم هناخد ده ونحطه في الصينية، والتالت هنسيبه مكانه، ولو بقوا اتنين على المفرش كده او على الرخامة تمام مفيش مشكلة. تمام. انا كده فردت التاني. لحد دلوقتي انا ما شغلتش البوتاجاز ولا اشتغلت في التسويه يا جماعه. بعد كده بفرد التالت، وكمان لو عايزه تفردي الرابع تمام، وتغطيهم على الرخامه بكيس نايلون او بفوطه. وبعد كده على بال ما تسوي عشان وشهم ما ينشفش يعني. رشه دقيق زي ما انت شايفه، ما تنسيش رشه الدقيق عشان الفراده ما تلزقش منك على العجين، وفي نفس الوقت مش كتير عشان ما العيش بتاعنا ما ينشفش او وشه يعمل قشره كده. تمام. ما تنسوش بقى يا جماعه تحطوا لي لايك على الجمال اللي بيحصل ده. طبعا الناس كلها لازم، ده شيء اساسي في بيوتنا كلنا العيش. فالعيش طريقته ما شاء الله سهله جدا، وبجد هيعجبك لما تجربيه، هيعجبك جدا وهتدعي لي حقيقي يعني. كده انا شغلت البوتاجاز زي ما انتم شايفين، حطيت اول صينيه. تمام. تبدا بس يا جماعه تتشمع، يعني تبدا تتشمع بس خالص كده من تحت، وبعد كده هنشيلها زي ما هي كده ونحطها في الفرن. تمام. مش مشغله الفرن خالص، هي الشوايه بس. تمام كده. زي ما انتم شايفين الرغيف بتاعنا بيبدا لونه يتغير ويتشمع، بعد كده شيلته وحطيته في الفرن زي ما انتم شايفين. ادي الشوايه مولعه، الفرن يا جماعه تاني مش مولع خالص. بنبدا يعني ايه نلف الصينيه كده زي ما انتم شايفين لحد ما الرغيف بتاعنا يرفع. زي ما انتم شايفين بدا يرفع ما شاء الله، اللهم بارك. جميل جدا وسهل جدا. ينفعك بقى في سندوتشات، في عشاء، في فطار. ما شاء الله طريقته سهلة، وفي نفس الوقت ريحته جميلة جدا وصحي في نفس الوقت. يعني احنا بنستخدم الردة يا جماعة صحية جدا. بس لو انت ما عندكيش ردة، ما لقيتيش ردة، مش هيقول لا على الدقيق، هنفرده على الدقيق وهنستخدم الوصفة زي ما هي كده خالص. تمام. زي ما انتم شايفين بدأ يلون معانا. بعد كده هخرجه واكون حاطه الصينيه التانية على عين البوتاجاز. تمام. يعني احنا زي ما قلنا بنستخدم بقى صينيتين، بناخد دي ونحطها على البوتاجاز وبعد كده نحطها في الفرن، تكون التانية ايه قربت تخرج من الفرن. تمام. زي ما انتم شايفين لونه بقى حلو جدا اهو، زي ما انتم شايفين وشه حلو. بعد كده الصينيه التانية على البوتاجاز زي ما انتم شايفين هتبدأ برضو تتشمع. يعني ما تحركوهاش يا جماعة، او مش هنشوفه بمعلقة او بشوكة عشان لو اتخرم مش هيرفع معانا في الفرن. هو بيظهر لك كده قدامك وهو على البوتاجاز. وزي ما انتم شايفين الردة اللي انا بشاور لكم عليها دي تمسحوها عشان ما تحرقش الرغيف اللي بعده. تمام. يعني انا بخرج الرغيف وبعد كده بمسح الصينية لو فيها اي ردة واحط الرغيف اللي بعده. سامحوني لو الفيديو طويل عليكم شوية، بس انا حبيت اقول لكم كل التفاصيل عن الوصفة عشان تنجح معاكم، وان شاء الله باذن الله هتنجح معاكم من اول مرة، لان هو بصراحة سهل جدا.
عايزة اقول لك انا يعني انا اصلا بخبز في الفرن الغاز، بس بصراحة برضو ده جميل. هي المطرحة بصراحة اسهل لان العيش بتاعها بيبقى اطرى من ده. تمام. يعني انا العيش اللي بعمله بالمطرحة بيبقى اطرى من ده، فعشان كده بيبقى سريع، وبيبقى في الفرن الغاز طبعا اعلى من ده، فبيبقى اسرع شوية من ده. طبعا انت لو مبتدئة ده يبقى كويس جدا ليكي، لان انت مش هتعرفي برضو تمسكي المطرحة. مش هتعرفي خالص تستخدمي المطرحة من اول مرة يعني. تمام. زي ما انت شايفة كل رغيف بحطه على عين البوتاجاز يتشمع، وبعد كده بينزل تاني تحت الشواية ياخد اللون بتاعنا الجميل، وبعد كده بنخرجه. تمام كده. ده فتح معايا من فوق، لو فتح ما بيكملش، ما بيرفعش كله. بس انا هنا جبت معلقة خشب وحبيت ادوس على الفتح ده، بس لقيت ايدي هتتلسع، فقلت مش مشكلة. تمام. ادي الرغيف ده على ما اظن الاخير. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كلهم رفعوا معايا، شكلهم حلو جدا. حتى اللي ما رفعش ورفع نصه والباقي لا. تمام. ادي شكله ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. طري جدا جميل اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين هفتح لكم واحد وتشوفوا اللبابة من جوه، وطري جدا ما شاء الله. طبعا موفر. احنا زي ما احنا عارفين الرغيف دلوقتي بجنيه ونص، وربنا يعافينا يعني مش هيشبع طفل صغير. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، جميل تحفة وطري جدا. اتمنى من كل قلبي يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي، وما كنتش طولت عليكم. استنوني في وصفات تانية كتيرة جدا ومميزة ان شاء الله. وما تنسوش بالله عليكم اللايك وشيروا الوصفة مع اصحابكم. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الله.